اللي يتبرع لك بالمواد والله الغذائية. والدي ساعدنا بالسله الغذائيه وهاي راح تكفينا منها 10 ايام الشهر رمضان والف رحمه على والدي. بسم الله الرحمن الرحيم، ورمضان كريم على جميع الأحبة في محافظة واسط الحبيبة، ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله. حملتنا اليوم راح تكون في ناحية الدجيلي التابعة لمحافظة واسط. حملتنا هذه اللي راح تشوفوها ما كانت تنجح لولا كرم وتبرع ومساهمة أهل الخير والإحسان. الناس اللي استهدفناهم هم الطبقة المسحوقة، هم الأيتام والفقراء. نتمنى من خلال مساهماتكم أن نستمر بحملاتنا، واللي حملاتنا هذه ما راح تنجح لولا دعمكم وكرمكم. ويمكن أعيد للمرة الثانية بأن سلتنا الرمضانية الخيرية ما راح تكون مثل أي سلة عادية، وإنما سلة تمتاز بالكم والنوع والعدد، وبالتالي راح نوصلها لمستحقيها. ننتظر من عندكم مساهماتكم وتبرعاتكم من أجل نستمر بحملتنا الإنسانية، نستهدف أكبر عدد من الناس اللي تستحق. ابقوا ويانا وشوفوا عملية التوزيع شلون راح تكون، واللي نطلع من عندها جانب، لأن ما نقدر نطلع كل جوانب التوزيع. اللهم صل على محمد وآل محمد. كي نمسحه الألم، نجبر كسرا نحضن قلبا، نروي قوما كم عاشوا ظما، في نجدتهم وإغاثتهم نحيي بمبادرة أمما. قوم عاشوا في حاجتهم، عاشوا رغم الحاجة كرما، فنساعدهم ونعاونهم، فنمد يدا نرسم حلما. بحرا جوا بردا حرا، في خدمتهم أرضا وسما، نعبر جزرا نقهر حربا، ونضيء لعينيهم ظلما. إنسانيون لنا هدف، نهطل غيثا نبني قيما، ونجوب الدنيا نعمرها، ونثبت بالحسنى قدما، ونكون لمحتاج سندا، ونكون على الدنيا رحما. إنسانيون ويحملنا عطف كي نمسحه